سيد الرئيس، بالنسبه لخلق يعني نقاش مطروح وطنيا، وكان تم يعني سؤال احد البرلمانيين حسب ما تم ترويجه على انه الناس وطن كتسال ماذا يفعل الحاج مولاي حمدي الرشيد في مدينه السمار. اكيد لاننا احنا كابناء البلده وكذا عارفين، ولكن الراي العام الناس وطنيا اختاروا على انك انت يعني كمعني كمنتخب كرئيس جماعه كفاعل سياسي بالاقليم، ماذا يفعل حمدي الرشيد في مدينه السمار؟ أنا بالنسبة لي هذا اللي يوضع هذا السؤال نقد نفهمه من حد ما يعرف الصحة، من حد ما يعرف السمار، من حد ما يعرف العيون، ما يعرف الجذور، ما يعرف الداخل، ما يعرف تاريخه، وما يعرف جغرافيته، ويعرف حتى ساكنته. الحاج حمدي منين؟ الحاج حمدي أول شيء هو قيادي في حزب اللي كيف تعرفوا يسير مدينة السمار، يسير جماعة الترابية، ويسير المجلس الإقليمي، ويسير أربعة من 5 جماعات. لم نقل الجماعات كلها باش ما نعودهم اللي كذا. وبالتالي الحاج حمدي وجوده اول شيء هو واجب وطني، انسان وطني، وكان حضوره دائما في المحطات الوطنيه مشرف. هذا الراجل تجاوز الجغرافيا باش نعودوا واضحين، وحنا سعداء على انه مدينه السمار انه يعود حاضر معه، وشرف لنا على انه الحاج حمدي يعود معنا، يعود نتبني الملفات ديال مدينه السمار معنا، ويعود يترافع عنها، وهذا تكليف له، حنايا اللي مكلفين به، ورينا الحمد لله نتيجتها. الى عاد خالد فاعل سياسي ثاني كبير قاعد يجيب السماره اللي جاب الحاج حمدي، مرحب به. وانا هذا الموضوع قد كيف قلت لك قد نفهمه من انسان اللي غريب عن السماره، نفهم هذا السؤال، ولكن حد وسط السماره ويعود فاعل في وسط السماره، ويعود عارف اول شيء تركيته السياسيه. الحاج حمدي انسان فاعل في مدينه السماره، احب من احب وكره من كره، هذا واقع. اللي يسوق لشيء ثاني ولا يقول شيء ثاني، لا، انسان ما هو عارف الواقع وما هو غايب عنه مجموعه من المعطيات. ولكن احنا سعداء كمنظومه محليه سياسيه في مدينه السمار على انه نتعاملوا مع الحاج حمدي، وانه الحاج حمدي يعود يترافع عن الملفات ديال السمار مستوى الجهه بعد مزيان. الفاعل السياسي رقم 1 في الجهه هو الحاج حمدي، والجهه ما يمكن تخدم اي برنامج وجهه مع الجهه شريك فيه. هذه بعد كاع على المستوى الجهوي ومع المستوى الوطني. الحاج حمدي ما يحتاج نعرفوا به، شخصيه سياسيه وطنيه وفاعل سياسي من الطراز الرفيع في وسط حزب الاستقلال، وحنا حزب الاستقلال هو اللي راهو شريك اساسي في وسط هذه الحكومه. مجموعه من البرامج الحكوميه ومجموعه من البرامج اللي تسد هذه السماره كانت البصمه ديال الحاج حمدي حاضره فيها. طبيعه الحال مولي حتى على المستوى الجهوي كان السيد الوالي، وهم الحمد لله منين كتشوف العمل ديالهم، هذاك النموذج ديال التدبير الترابي اللي هو نموذج منين كترى المعين مع المنتخب ويخليك فيه تجانس من اجل خدمه المصلحه العامه، هذا هو النموذج اللي بغينا نشوفوه في كل البلاد. وما كرهنا كيف قلنا على انه الحاج حمدي كانت عنده البصمه في هذه الاتفاقيات اللي عادته اليوم السماره فيها مدينه بدون صفيح، وزين عندنا ان شاء الله بصمته تعود برامج ثانيه ديال التاهيل الحضاري، وبرامج ثانيه ديال حكوميه ثانيه راهو التنزيل. ولا بد ان شاء الله نلجؤوا للحاج حمدي الوقت اللي خاصنا نستغلوا فيه التاثير ديال الحاج حمدي والضغط اللي عند الحاج حمدي، لا على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، وفخورين جدا بالتعاون معه في جميع الملفات ما يتعلق بالساكن.